الإسكان نزّل من أول محدود الدخل لغاية متوسط الدخل، وكمان شقق اللي تبع الإسكان بنك الإسكان والتعمير. هتقول لي يعني إيه يا أستاذ محمد؟ أقول لك معاليك يعني إيه، يعني معاليك دلوقتي محدود الدخل شقتك عندنا هنا في مكتبنا. يعني إيه برضه يا أستاذ محمد؟ يعني مكتبنا متخصص في جميع تقديم شقق الخاصة اللي بتنزل تبع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير. يعني برضه هتقول لي يعني إيه يا أستاذ محمد؟ أقول لي معاليك يعني إيه، يعني شقق دلوقتي منخفض الدخل اللي نازلة إن شاء الله في شهر 7 تكميلًا واستكمالًا لسكن لكل المصريين 5، اللي هي هتبقى جدية الحجز بتاعتها أو مقدم الحجز بتاعتها 50,000 جنيه. وكمان شقق متوسط الدخل بتاعتها اللي نازلة إن شاء الله بمشيئة الله في شهر 6 القادم 15/6، وهيتم طرح الشقق بتاعتها أو هي موجودة بالفعل زي ما بنشوف زي ما بنصور لكم طبعًا على الواقع. شقق هيبقى جدية الحجز بتاعتها 100,000 جنيه. وطبعًا الشقق الإعلان اللي إحنا شغالين فيه حاليًا واللي هو إيه، اللي تبع بنك الإسكان والتعمير، اللي هو جدية الحجز بتاعته 200,000 جنيه، ويتم السداد قيمة الوحدة على 6 سنين بدون فوايد. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ يعني الشقة دي نازلة بدون فوايد؟ أيوه زي ما باقول لك كده. إزاي نازلة بدون فوايد؟ أقول لي معاليك إزاي، نازلة بسعر المتر فيها 20,000 جنيه وعلى حسب المنطقة، وزي ما باقول لسعادتك نازلة في التجمع وحدائق أكتوبر أكتوبر التوسعات الشمالية فيها. وكمان يا أستاذ محمد ال100,000 جنيه الإسكان المتوسط هيبقى فيها كمان تمويل عقاري. يعني الإسكان المتوسط هيبقى على 20 سنة زيه زي محدود الدخل، بس يختلف فيها الإسكان المتوسط تشطيبها، مساحتها، التشطيب الخارجي، وكمان فيها قصر نسيج. طبعًا مكتبنا بيتشرّف بتقديم كل الإعلانات القادمة، وطبعًا مستنيين حضراتكم. كان معكم المستشار محمد يسري، محامي بالاستئناف العالي والجنايات. السلام عليكم.